عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه كده النهارده. معايا النهارده فرخه بلدي عتيقه كبيره، اللي هي بتبقى ايه، بتبيض دي. انا فرمت بصلايه وجبت شويه رز وحطيت عليهم شويه فلفل اسود وشويه كمون، وشويه فلفل اسود قصدي، وشويه ملح ومعلقتين زيت، ورحت حاشيه الفرخه. كنت طبعا مورقه الفرخه ببصلايه بفلفل اسود بشويه ملح كده، ودعكها في الفرخه كلها، ورحت دعكاهم كده. ورحت بقى ايه، بعد ما دعكتها وسبتها فيهم شويه حوالي نص ساعه كده، وبعد كده رحت عامله الفرخه، رحت عامله الرز. حبه رز بقى على حسب الفرخه اللي انت تعمليها، كبيره صغيره ولا ايه. وهنا بقى هنعمل ملوخيه، وهنا ملوخيه عاملاها بتركايه جديده كده. فرمه بقى فص ثوم مع فلفلايه خضراء، وحطيتهم في قلب الشوربه، ونزلت عليهم بربع معلقه كزبره ناشفه، وسبتهم لحد ما يغلوا. وهنا بقى بجهز بقى ايه، الطشه. طبعا كل ما الملوخيه بتبقى بشوربه دسمه بتبقى احلى واحلى، يعني بشوربه بط، بشوربه فراخ عتيقه، بالشوربه الحلوه دي بتبقى الملوخيه خطيره. نزلت بقى الملوخيه وقلبتها غلوه. اول ما تغلي اهو هشيلها من على النار على طول. احط بقى الايه، معلقه زبده على زيت. انا حطيت زيت عشان انا حاطه زبده مش حاطه سمنه، لو حاطه سمنه ما بحطش زيت. وهنا كنت دقه توم في الهون ونزلت بيه. اول ما يصفر كده هنزل عليه بمعلقه كزبره ناشفه، نص معلقه كبيره يعني، وهطشها على وش الملوخيه. هنا بقى هنعمل بتنجان بدقه، وبعمل بتنجان بدقه خطير، كل اللي بياكلوا بيطلبوا مني. حطيت فلفلايه خضراء وحبايه طماطم وفصين توم وحبه كزبره ناشفه وحبه كمون وشويه ملح ومعلقه خل وربع كوبايه ميه، وضربتهم كلهم في الكبه، خليتهم ضرب خشن شويه كده بس فيهم شويه ميه، فاهماني. وبعد كده ايه، هحشيهم بقى. بتنجان كنت قلياه، عايزه تسلقيه براحتك، بس انا بفضل المقلي. يعني في الوقت ده المقلي بيبقى عامل زي الزبده، لان احنا ده خلاص دخلنا في الصيف، فده بيبقى عزه. ما تخليش الملوخيه ولا تقيله ولا خفيفه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه، وشجعيني كده وتفاعلي معايا، عشان ايه، كومنتاتكم وتشجيعكم ليا بيخليني استمر. وده كان منظر الاكل، وعملت جنبهم شويه رز بشعريه وعيش وبس كده. وده كان الاكل بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.